ازيكم؟ فيديو جديد النهارده هيكون فيديو كلام عن ماتش ريال مدريد والاهلي اللي خلص 4-1 لريال مدريد في نص نهائي كاس العالم للانديه. فيلا نبدا. يعني هو بصراحه كان فوز متوقع شويه، يعني عايز بس اقول حاجه للاهلاويه. يعني انا اصلا اهلاوي يعني، بس يعني مش معنى ان مندي وميليتاو وبنزيما وكورتوا وحتى اسينسيو في التدريبات برضو، يعني هو سافر مع الريال وكل حاجه، بس هو اتصاب في التدريبات فبرضو ما لعبش. مش معنى يعني ان الريال عندها غيابات كتير بمعنى اصح، يعني ان يبقى الفوز مضمون جدا للاهلي، واللي هو وان احنا نكسب سكور ومش عارف ايه. يا جدعان ما هي مش كده خالص على فكره. يعني خلينا نمسك واحد واحد كده. مثلا كورتوا نبتدي بيه. يعني هو بصراحه يعني بديله لونين، وهو يعني عمل ماتش كويس جدا. شال كور كتير. ما جاش عليه كور، يعني على الجون بمعنى صح. يعني كان الاهلي شال كور كتير ما اعترضتش، بس يعني ما كانوش كلهم على الجون. يعني الكرة الوحيدة اللي يعني اللي كان فيها خطورة بشكل كبير كانت من طاهر محمد طاهر. شال كرة بصراحة يعني غير متوقعة خالص في الدقيقة. بس يعني هو يعني صد بصراحة تصدي عالمي. وغير كده برضو يعني لونين ولاعيبة الريال عامة، يعني كان حاجة يعني ميزة بصراحة عندهم ان هم بيلعبوا لعب سهل، ما فيش فزلكة في اللعب. يعني مثلا لونين في ضربات المرمى كان بيلعب على الارض وبيبني هجمه بالراحه، يعني كان هادي يعني بمعنى صح. ويمكن ده اللي خلى الريال يعني ماسك كوره بشكل كبير جدا، اكبر من النادي الاهلي. وبرده كان بيروح بهجمات اخطر. بالنسبه لمندي، يعني هو بصراحه كارفاخال لو كمل الموسم وهو باك شمال يعني هيبقى احسن من مندي مليون مره. مندي هو مش شايف قدامه، يعني مندي يعني ما يعني كان كويس بصراحه في الموسم اللي فات، يعني مش هنكر كده. بس هو الموسم ده ضايع، يعني مثلا يعني بصراحه حصل دروب كبير لكذا واحد من الريال. بس يعني اكتر واحد يعني ظهرت عليه الدروب ده هو مندي. ويعني زي ما قلت ان كامافينجا يعني لو كمل يعني في باك شمال مكانه طول الموسم هيأدي كويس جدا. عشان هو اصلا يعني في ماتش اتلتيكو مدريد لما مندي اتصاب كامافينجا نزل باك شمال وأدى. وبرده في الماتش بتاع امبارح برضه كامافينجا نزل باك شمال وأدى كويس جدا. وعلى ميليتاو يعني اصلا يعني الريال عندهم يعني عناصر كتير في الدفاع وخط الوسط يعني. بس يعني خلينا في الدفاع دلوقتي. يعني الريال عنده في الدفاع يعني لو شلنا ميليتاو كارفاخال وناتشو وروديجر وألابا، وبرضه عشان مندي اتصاب فيعني ممكن ننزل بكامافينجا باك شمال عادي جدا. ويمكن بس امبارح استغربت شويه ان كارفاخال كان دكه. مش عارف بصراحه، يعني انشيلوتي كان بيفكر في ايه امبارح. هو اصلا كارفاخال ما نزلش خالص امبارح، مع انه يعني في الموسم ده يعني شغال كويس. بس بصراحه ناتشو ادى كويس جدا. يعني كان ليه ادوار بصراحه هجوميه كتير في الماتش ده. كان كتير جدا بشوفه في التلت الهجومي. بس يعني هو كان عنده مشكله، يعني اصلا كل المدافعين عندهم مشكله الشوط. يعني هو اصلا مش مطلوب منه ان هو يدرب على الشوط، ومش مطلوب منه ان هو يشوط اصلا. يعني بس هو كان بيشارك هجوميا، بس الصراحه ما كانش ليه لازمه، يعني عشان نبقى واضحين برضو. يعني كان بيطلع كتير وكل حاجه، بس ما كانش بيعمل خطوره خالص. كل الكور اللي شاطها اصلا يعني ما كانتش على الجون. حتى يعني كان بيطلع بساط غلط، وبانت اصلا في اول 10 دقايق في الماتش. راح ناحيه اليمين، بعد كده عدى من متولي تقريبا او حاجه زي كده، مش فاكر بصراحه مين بالظبط. بعد كده لعب جوه ال 18 بس لعبها غلط، ومحمد هاني يعني عمل تاكلينج وشالها. وبرده حاجه تانية عايز اتكلم فيها، ان اصلا يعني اقوى جزء اصلا في الريال هو خط الوسط. علشان تلات ارباع اللعيبه اصلا اللي لسه خط وسط يعني هم جواكر، يعني بيعرفوا يلعبوا في كل حاجه. مثلا زي ما قلت ان كامافينجا يعني هو اصلا يعني المفروض خط وسط، بس هو بيعرف يلعب باك شمال عادي. وبرده فالفيردي هو اصلا برده مركزه خط وسط، بس هو يعني في ماتشات كتير جدا جدا اصلا كان بينزل وينج يمين، عشان الريال ما عندهاش يعني عناصر كتير هجوميه اساسا. فالفيردي بينزل وينج يمين، بس ده يعتبر عيب كبير جدا اصلا. يعني هو انشيلوتي مضطر ان هو يعمل كده، انا ما اعترضتش، بس عشان فالفيردي يعني عنده قوه بدنيه كويسه جدا وسريع، واكتر واحد ممكن ينزل في اي مركز اصلا في الريال. يعني لو نزلته باك يمين هيأدي، لو نزلته خط وسط هيأدي، لو نزلته باك شمال هيأدي، لو نزلته راس حربة هيأدي، لو نزلته وينج يمين هيأدي. يعني بجد فالفيردي يعني عنده كل ميزات اي مركز. يعني هو بيعمل سكان لملعب كويس جدا، وده يعني دي من اهم اصلا المميزات بالنسبه لخط الوسط. بس لما هو بينزل وينج يمين يعني هو اصلا مش مضطر ان هو يرجع. فيعني اللي بيبان يعني قدراته الهجوميه، بس هو عنده قدرات دفاعيه
يعني ممتازه جدا. وعلى بنزيما في اصلا يعني من غير بنزيما خط الهجوم هيبقى يعني فينيسيوس ورودريجو وفالفيردي، عشان هو يعني زي ما قلت هو بينزل وينج يمين لما بيبقى فيه غيابات، فيعني بيتصرف هنا انشيلوتي بمعنى صح، ودي حاجه كويسه جدا. بس طبعا لو كان بنزيما موجود ده هيبقى احلى بكتير، بس كان التشكيل هيبقى احلى بكتير لو بقى 4-4-2، عشان هيبقى الاربعه اللي في خط الوسط فالفيردي وكروز ومودريتش وتشاوميني، وقدام هيبقى بنزيما وفينيسيوس ورودريجو. يعني هو عامه اصلا مش انا يعني ما بقتنعش ان هو ينزل 90 دقيقه كامله، بس يعني ممكن ينزل مثلا في دقيقه 60 او حاجه برضو، يعني بيفرق جامد جدا في الهجوم، عشان هو اصلا يعني مهاجم وهمي. يعني هو يعني المفروض كان في ماتش امبارح ان هو ينزل سترايكر يعني، وعامه اصلا يعني ده كان التشكيل بتاع امبارح، بس يعني برضو ما بحسش ان هو ليه مركز محدد، عشان يعني امبارح كنت يعني كان بيبقى موجود على الشمال واليمين وقدام، يعني مهاجم وهمي يعني. وبرضو ميزه كنت ناسي ان انا اقولها على فالفيردي، ان هو بيعرف يبني هجمات كويس جدا من تحت، يعني بينزل ويستلم بعد كده بيبني هجمه يعني منظمه جدا بصراحه بالنسبه للريال، وبرضه بيعرف يشوط من بعيد. نبتدي بقى كلام في الماتش نفسه. يعني بصراحه اول 10 دقايق كانت للريال بشكل كامل، واصلا كان اللعب كله في نص ملعب الاهلي. بعدها الاهلي ابتدى يروح بهجمات يعني كويسه، بس يعني كعاده لعيبه الاهلي كان عندهم مشكله في الفينش، اذا كان من شريف او الشحات. بس برضه يعني الشحات كان متالق جدا بصراحه في الماتش ده، عشان كنت بحس كتير جدا ان كامافينجا يعني بيبقى شايفه وهو بيتحرك وكل حاجه بس مطنشه. يعني هو شايفه وهو بيتحرك ناحيه اليمين، بس بيبتدي يخش عليه بعد ما بياخد الكوره. بس يعني ده بيبقى قرار يعني بيبقى متاخر شويه، عشان اصلا المفروض يعني ان انت اول اصلا ما تشوفه بيتحرك تروح معاه حتى لو مش معاه الكوره. بس عشان يعني صراحه شحات يعني كان ليه خطوره يعني كبيره جدا بصراحه في الماتش ده. واللي بوظ الاهلي خالص بقى لما الشحات اتبدل ونزل طاهر محمد طاهر. يعني هو طاهر كويس جدا ما اعترضتش، وكان في يعني كان ليه خطوره في الماتش ده، بس يعني انا كنت شايف بصراحه ان كان اللي يطلع هو احمد عبد القادر، عشان تقريبا انا الوحيد اللي في مصر اللي شايف ان احمد عبد القادر مش مهاري. يعني هو بياخد الكوره وبعد كده بيموت، ما يعني بتفضل معاه ولا هو بيتحرك ولا هو بيرقص ولا اصلا الكوره بتكمل، هو بس بعد كده بيرجع لورا بس. يعني ده كده احمد عبد القادر. يعني هو انا طبعا مش هفهم في فنيات زي كولر، بس يعني ما بجد احمد عبد القادر انا مش شايف اي حاجه اصلا تخليه في التشكيل اساسي. يعني لو كان حمدي فتحي بدا اساسي مكان احمد عبد القادر يعني طبعا كان يعني التشكيل هيتغير شويه، بس ده كان هيبقى احسن بكتير جدا بصراحه. وحسيت بصراحه ان هو يعني قرار غير موفق خالص ان الشحات يخرج، عشان كان تقريبا هو الوحيد اللي محرك الاهلي هجوميا. وبرده ميزه فيه ان هو بيعرف يخلق مساحات كويسه جدا، بس ده بيبقى بسبب يعني غلطات كامافينجا، عشان زي ما قلت ان هو اصلا كان بيطنشه. وعامه الشحات يعني حرفيا بينفجر اصلا في ماتشات كاس العالم، يعني مش في البطوله دي بس، يعني عامه هو وكريستيانو وميسي وجاريث بيل هم الاربع لعيبه بس اللي في التاريخ اللي عرفوا ان هم يسجلوا يعني في 3 نسخ مختلفه في كاس عالم الانديه. وبرده مش هتلاقي حد بيلعب كده في اي ماتشات في الدوري او في الكاس، يعني في الحاجات المحليه يعني بمعنى اصح. ومش في البطوله دي بس، يعني برده في اللي فاتت عمل اداء جبار جدا بصراحه مع الاهلي في يعني في كاس العالم اللي فات. وحتى لو كولر يعني شايف ان هو ان احمد يعني عبد القادر كويس قوي جدا ان هو ما يطلعوش، يعني كنت طلع ديانج. ما يعني ديانج الماتش ده كان ضايع، يعني هو كان حرفيا يعني كان الماتش اصلا كله هو يعني بيخش بجسمه بس بعد كده اصلا الكرة بتضيع، والريال كان بيستغل الكور دي وبيروح بهجمات. بصراحه ده اوحش ماتش شفته في حياتي اصلا ديانج مع الاهلي. وبرده ما كانش ليه ادوار يعني ولا دفاعيه ولا هجوميه. برده من ارجل اللعيبه في الاهلي بصراحه يعني بعد الشحات هو بصراحه محمد هاني. يعني محمد هاني عمل ماتش خرافي يعني بجد. وبرده بحس ان محمد هاني بيفوق في الماتشات اللي بتبقى ضد الفرق الاوروبيه، يعني مثلا في 2020 عمل ماتش جبار ضد البايرن. برده امبارح عمل ماتش يعني كويس جدا بصراحه، وشال من فينيسيوس كور كتير. بس يعني انا بصراحه عذره وعاذر كل لعيبه الاهلي ان فرق خبرات. يعني دي كانت يعني بتبان اكتر بصراحه مع مودريتش. يعني انت بتموت نفسك قدام لعيب يعني قراره اسرع واصح منك، ده اكيد عشان مودريتش يعني عنده اصلا 38 سنه تقريبا. يعني هو لعيب كبير يعني، وزي ما قلت ان هو لعيب خبره. يعني مثلا اذا كان في يعني كاس العالم مع كرواتيا، او في مثلا دوري ابطال مع الريال او في الدوري الاسباني. ورغم كبر سنه ان هو يعني خفيف جدا في الملعب بصراحه. وبرده ميزه من تلازينه اصلا في لعيبه الريال ان هم يعني حافظين هم فين في الملعب، يعني حتى من غير تحركات. يعني مثلا كان في ماتش نابولي وروما كنت بقول ان بتوع نابولي يعني مثلا في ال1 2 يعني بتبان قوي ان هو مثلا يعني هو عارف هو هيتحرك فين.
بس في ماتش بتاع امبارح بتاع الريال قارين الملعب، يعني اصلا قبل ما الكوره تجيلهم. يعني هو مثلا يعني الكوره بتبقى يعني من الدفاع للهجوم، فبيبقى يعني مودريتش بالذات كان يعني بيبقى باصص اصلا على فينيسيوس هو فين، وكان بيبص على فالفيردي هو فين. بعد كده بقى بيشوف يا هيستلم يا هيفوتها له. ويمكن دي يعني من اكتر حاجات اللي احنا بصراحه يعني مفتقدينها اصلا في مشاهده الكوره، هي قرايه الملعب. يعني وطبعا ده يعني ما كانش يعني مع مودريتش بس، يعني ده كان يعني مع معظم اللعيبه، بس يعني كان اكترهم بصراحه مودريتش. واللي مش مصدقني ان في الجون الثالث اصلا كان ناتش جوه ال 18، يعني مش فاكر بصراحه كان ناتش ولا مين، وهو بيقع يعني لما مش فاكر حد من الاهلي دخل عليه ولا هو فقد توازنه يعني، لعب بالكعب لرودريجو يعني واستلم، وبصراحه يعني بكل هدوء حط التالت. واصلا مش صح خالص ان انت بعد ما الكوره تجيلك يعني تبتدي بقى يعني تبص على الملعب وتشوف انت هتستلم ازاي. واصلا في يعني كذا كوره بصراحه ضاعت بالشكل ده امبارح بالنسبه للاهلي يعني. وعامه يعني اللي فرق جامد مع الاهلي ان في اول الشوط الثاني برضو الريال بدا ضاغط جدا وحط جون. يعني هو بصراحه انا ما اقدرش اقول في حد يعني بصراحه يعني فينيسيوس راح ناحيه الشمال، بعد كده شاط والشناوي شال. يعني دي حاجه يعني لحد دلوقتي تمام. بعد كده رجعت لفالفيردي اللي كان جاي من ورا. يعني وكعاده الدوري المصري ان في الكور دي يعني اللي بترجع له كوره بيشوط على طول. بس بصراحه يعني فالفيردي لعب بذكاء جدا في الكوره دي، هوش انه هيشوط فش النبي طبعا، ومتولي يعني راح في ناحيه ثانيه خالص وحط الجون الثاني. وعامه انت اصلا يعني ما ينفعش تغلط قدام الريال، عشان يعني بيستغلوا الفرص بطريقه يعني مش طبيعيه. يعني اصلا كان في الشوط الاول فينيسيوس كده يعني حنكش شويه ناحيه الشمال، بعد كده دخل جوه السته وشوط، بس كانت الزاويه ضيقه شويه في الكوره ضاعت. وبعدها برده مش بكتير يعني، كان بعدها بدقيقتين تقريبا او حاجه كده برضو رودريجو راح ناحيه الشمال وكان عايز يحط في الضيقه، بس جت في العارضه والكره ضاعت. والتحكيم بصراحه يعني هو كان كويس نوعا ما. يعني هو بصراحه خيش جدا في كوره كان فيها شك ان هي بينالتي ولا لا على متولي. يعني هو فينيسيوس يعني كان رايح ناحيه الشمال، بعد كده متولي عمل تاكلينج. يعني هو كان عايز يخش على الكوره كل حاجه، بس هو يعني اصلا ما لمسش كوره. يعني هو لو كان مثلا لمسها حاجه بسيطه، يعني لو كان حركها ملي بس قدام يعني كانت تمام. بس هو اصلا يعني ما لمسش الكوره، وكان التدخل يعني بشكل كامل على فينيسيوس. بس الحكم اصلا يعني ما رجعش للفار، يعني هو كان يعني سمع بس يعني، بس هو يعني يعني ما بصش على الكوره نفسها. فدي بصراحه يعني كان غلطه تحكيميه. وعامه متولي وبصراحه معلول عملوا ماتش سيء 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 يعني بشكل بصراحه مش طبيعي. اول مره اشوف معلول مش في المود خالص كده. يعني هو جاب جون، يعني هو اصلا كان من بينالتي بس غير كده باقي الماتش كانوا مش حلوين خالص. وعامة اصلا الجون الاول بتاع الريال كان غلطة متولي، عشان يعني الكرة رجعت له وهو يعني بصراحة ما اعرفش هو كان بيفكر في ايه. يعني هو استلم بشكل غريب جدا بصراحة. فالكرة عدت من قدامه، فينيسيوس استغل الفرصة، بعد كده راح دخل ال 18 وحط له بصراحة يعني كان حلو جدا في الشناوي. بعدها الفرقتين عملوا تبديلات يعني غريبة بطريقة مش طبيعية، يعني بجد علامات استفهام كتير جدا على التبديلات. يعني شحات طلع ونزل مكانه بريستاو، بصراحه مش فاكر في الدقيقه كام، كانت ال 60 باين او حاجه زي كده، والراجل اصلا مش عارف يستلم. يعني الكوره الوحيده اللي انا شفتها لاحمد عبد القادر اصلا بصها طول الماتش، غير اتجاه اللعب من الشمال لليمين ناحيه بيرستاو، وبرضه عمل كده حركه متخلفه يعني بصراحه، فيعني ما عرفش يستلم والكوره ضاعت. والريال بصراحه يعني اخر 4 دقايق عملوا تبديلات ما تتعملش، يعني بجد ما تتعملش. يعني طلع مودريتش ورودريجو، بعد كده نزل سيبايوس. يعني هو اصلا يعني هو برضه كان كويس، يعني برضه الماتش الوحيد اللي انا شفته ليه اساسي لما كان ضد اتلتيكو مدريد، وبصراحه يعني عمل ماتش كبير جدا. بعدها نزل معاه مروان دياز، يعني بجد يعني لو قلت عليه ان هو مش شايف قدامه يعني انا كمان بمدح فيه. يعني هو بجد لعيب تحت الصفر بمراحل، يعني هو بجد يعني بعدها طلع فينيسيوس ونزل مكانه يعني واحد بصراحه اول مره اشوفه اصلا مع النادي. يعني هو كان في الناشئين او حاجه زي كده، اللي هو اريباس. يعني لو حد اصلا شاف صورته تحس ان هو هربان من المدرسه يعني بجد يعني بس يعني سبحان الله، يعني لما نزل حط جون بصراحه يعني كان جامد جدا. يعني شاط كوره يعني غير متوقعه خالص بصراحه بالنسبه للشناوي. يعني هو اصلا وقف مكانه وتبقى النتيجه 4-1 لريال مدريد ويخلص الماتش على كده. يعني هو كان بصراحه يعني فوز مستحق بالنسبه للريال. بس يعني الاهلي كان كويس ما بين الدقيقه الاولى والدقيقه 90. من بعد الدقيقه 90 الاهلي تعب، وبصراحه يعني فقد الامل اصلا في الصعود. يعني الريال جاب الجونين في يعني في 47 دقيقه، بعدها برضو جاب الجونين في 6 دقايق. الاهلي ترجع بصراحه يعني بشكل غريب، بس لسه عنده امل ان هو ياخد ميداليه في البطوله دي، هي برونزيه لو كسب فلامينجو. وبكده الريال اتاهل لنهائي كاس عالم للانديه، وان شاء الله هيبقى يوم 11 ضد الهلال السعودي. وده كان فيديو النهارده. لو عجبك تعمل لايك، سبسكرايب، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما انزله جديد. وبس كده.